كل يوم بتشوف فيديوهات بتقولك اتعلم برمجة واقبض بالدولار واشتغل من على البحر في المالديف. الكلام ده حلو وشيك، بس للأسف اللي قالك كده ما قالكش الحقيقة المرة. محدش بيقولك إن البرمجة فيها جانب مظلم ممكن يخليك تكره اليوم اللي بدأت تتعلم فيه برمجة. تعالوا بقى ننور الضلمة دي وأعرفك اللي محدش هيقولهولك عن عالم البرمجة. أول حاجة في الجانب المظلم هي الإحباط المستمر. أنت ممكن تقضي 6 ساعات بتدور على غلطة في الكود وفي الآخر تطلع الغلطة هي فاصلة أو قوس منسي. البرمجة مش دايما إبداع، ساعات كتير بتكون صداع ومحاولة لفهم ليه البرنامج ده مش عايز يشتغل. تاني حاجة إنك طول الوقت هتحس إنك مش فاهم حاجة مهما اتعلمت. هتلاقي لغات جديدة ظهرت ومجالات جديدة طلعت والناس كلها فاكرة إنك عبقري وإنت لسه بتسأل جوجل عن أبسط الحاجات. الإحساس ده بيطارد أكبر المبرمجين في العالم وممكن يوقفك لو ما كنتش مستعد له. تالت حاجة، البرمجة مهنة وحدة. أنت واللابتوب بتاعك أصحاب لساعات طويلة. لو ما خدتش بالك من ظهرك ورقبتك وعينيك ومن علاقتك بالناس اللي حواليك كمان، هتلاقي نفسك بقيت روبوت عايش جوه شاشة، وده جانب مظلم صعب جدا وسيء لازم تعمل حسابه من أول يوم. رابع حاجة، إنك في سباق مش بيخلص. البرمجة مش زي أي مهنة تانية بتتعلمها مرة وخلاص، لا، اللي اتعلمته النهاردة ممكن يبقى قديم السنة الجاية، لأن طول الوقت في لغات جديدة ومكتبات جديدة بتنزل وأنت مضطر تذاكر طول حياتك. فلو أنت شخص مش بيحب المذاكرة المستمرة، البرمجة هتكون كابوس بالنسبة لك، لأنك لو وقفت مكانك شهرين اتنين السوق هيسبقك بسنين. خامس حاجة هي التوهان أو الحيرة. في بداية طريقك هتلاقي 1000 طريق و1000 كورس و1000 حد يقول لك ابدأ ببايثون، وواحد تاني يقول لك ابدأ بجافا سكريبت، وحد تالت خالص يقول لك ابدأ بسي بلس بلس. التشتت ده جانب مظلم بيخلي الشباب كتير يزهقوا ويبطلوا من قبل حتى ما يبداوا لمجرد انهم خايفين يختاروا الطريق الغلط. طيب يعني ايه الكلام ده يا بيشو؟ يعني ما ابداش؟ ده انت كده بتكرهنا في البرمجه. بالعكس، انا بقول لك ان السباق ده هو اللي هيخليك طول حياتك شباب وعقلك شغال، وان الحيره دي هي اللي هتخليك تكتشف انت بتحب ايه فعلا. الجانب المظلم موجود في كل حاجه في الحياه، بس الفرق ان في البرمجه النور اللي في اخر النفق مجزي جدا جدا ماديا ومعنويا. المتعه الحقيقيه بالنسبه لنا مش في الفلوس، المتعه هي اللحظه اللي الكود بيشتغل فيها بعد تعب 10 ساعات. اللحظه دي ادمان ما يعرفهاش غير المبرمجين. البرمجه طريق صعب بس يستاهل، والمهم انك تمشي فيه وانت عارف عيوبه قبل مميزاته. لايك شير سبسكرايب واشوفك الفيديو الجاي.